في قصص بتغير طريقة تفكيرنا، قصص بتخلي المجتمع كله يقف ويسأل ليه حصل كده. النهاردة هنحكي واحدة من أكتر القصص اللي هزت مصر في 2026، قصة البلوجر بسنت سليمان، والبث الأخير اللي صدم آلاف الناس. بسنت سليمان بلوجر مصرية من الإسكندرية، أم لطفلتين، كانت معروفة بمحتوى عن الموضة والجمال على السوشيال ميديا. لكن في إبريل 2026 قررت تنهي حياتها في بث مباشر من شرفة شقتها بالدور 13. في الفيديو ده هنستعرض تفاصيل القصة، الخلفية، ردود الفعل، والرسالة اللي لازم نفهمها من الحادثة دي. بسنت بدأت حياتها كعارضة أزياء، وبعدها اتجهت للسوشيال ميديا. كانت بتشارك متابعيها يومياتها وصور من حياتها، وكونت قاعدة جماهيرية كبيرة. حياتها الشخصية كانت مليانة خلافات مع زوجها السابق اللي رفض يطلقها لسنوات طويلة. الضغوط النفسية والمادية تراكمت عليها، خصوصاً مع مسؤولية تربية طفلتها. يوم 12 إبريل 2026 بسنت بدأت بث مباشر على فيسبوك وهي في حالة نفسية مضطربة. اتكلمت عن مشاكلها الأسرية وضغوطها النفسية، وطلبت من الناس يهتموا بطفلتها. آلاف المتابعين كانوا بيشوفوا البث، بعضهم حاول يكتب تعليقات يوقفها، لكن اللحظة كانت أسرع من أي رد فعل. ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالدور 13 في منطقة سموحة، ووفاتها كانت فورية. النيابة العامة استدعت طليقها للتحقيق، وتحفظت على هاتفها لفحص البث. الواقعة أثارت صدمة كبيرة على السوشيال ميديا. آلاف البوستات والتعليقات انتشرت في ساعات قليلة. الإعلامي عمرو أديب وصفها بأنها زلزال نفسي في مصر اسمه بسنت، وطالب بفتح ملف قانون الأحوال الشخصية. النقاش العام اتجه نحو قضايا الطلاق، الضغوط الأسرية، وأهمية الصحة النفسية. كتير من الناس شافوا إن قصتها رمز لمعاناة نساء كتير في المجتمع المصري. قصة بسنت مش مجرد حادثة شخصية، لكنها جرس إنذار عن خطورة تجاهل الأزمات النفسية. الرسالة اللي تركتها خلي بالكم من ولادي بتعكس معاناة إنسانية عميقة. لازم المجتمع يهتم بالصحة النفسية زي ما بيهتم بالصحة الجسدية. الدعم الأسري والاجتماعي مش رفاهية، لكنه ضرورة علشان نتجنب نهايات مأساوية زي دي. قصة بسنت سليمان هزت قلوبنا كلنا، لكنها كمان بتفتح باب للنقاش عن الضغوط اللي ممكن تواجه أي إنسان. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان نستمر نكشف قصص وأسرار من المخزن السري.